السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضر على واحد الموضوع اللي مهم بزاف والناس كاملين كيهضروا عليه هاد الايام: التسويه الجماعيه في اسبانيا. كاين اللي فرحان وكاين اللي خايف وكاين اللي تايه وما فهم والو من الاخبار الكثيره اللي كتدور في الفيسبوك والتيك توك والى غير ذلك. لهذا اليوم غادي نحاولوا نهضروا بالعقل وبالواقع وبعيد على التهويل والكذوب، باش اي واحد يسمع هاد الفيديو يخرج فاهم شنو واقع بالضبط. اول حاجه، شنو هي التسويه الجماعيه؟ ببساطة التسوية الجماعية هي فرصة كتفتح الدولة لبعض المهاجرين باش يقدروا يسويو الوضعية ديالهم القانونية ويعيشوا ويخدموا بطريقة قانونية داخل إسبانيا. ولكن خاص الناس تفهم باللي ماشي أي واحد غادي ياخد الوراق بسهولة، وماشي أي إشاعة كتكون صحيحة. كاين شروط وكاين ملفات وكاين دراسة لكل حالة بوحدها. علاش هاد الموضوع دار ضجة كبيرة؟ حيت كاين آلاف الناس عايشين في اسبانيا بلا اوراق من سنوات. كاين اللي خدام في النوار وكاين اللي عايش بالخوف وكاين اللي صابر باش يلقى شي فرصة قانونية. ومن الطبيعي ملي كيسمعوا كلمة تسوية جماعية كيرجع عندهم الامل كبير. ولكن المشكل هو بزاف ديال الصفحات بداو ينشروا اي خبر بلا تأكيد، وبدا الخلط والخوف بين الناس. الحقيقة اللي خاص الجميع يعرفها: الحقيقة الأولى، ما كاين حتى قانون كيقول باللي جميع المهاجرين غادي ياخدوا الوراق دفعة واحدة وبلا شروط. أي تسوية كتبقى مرتبطة بالقوانين والشروط اللي كتحدد الدولة الإسبانية. والحقيقة الثانية، خصك تكون منظم راسك من دابا. حتى إلا ما كاين والو، باقي ما خرج والو رسمي، الإنسان الذكي كيكون واجد: بادرون، إثبات التواجد، العقود، الوثائق المهمة. حيت أي فرصة إلا جات خاص الملف يكون واجد. أخطر حاجة كيعملوها الناس هي الثقة العمياء في الإشاعات. كاين اللي كيخلص الفلوس للنصابة كيقولوا ليه عندي ليك الوراق مضمونين، وكاين اللي كيعيش على أمل كاذب وما كيبقاش يقلب على الحلول القانونية الأخرى. إسبانيا فيها قوانين واضحة، والوراق ما كيخرجوش بالهضرة في التيك توك. واش ممكن تكون تسوية فعلا؟ نعم، ممكن تكون تغييرات وتسهيلات، خصوصا ملي الدولة كتحتاج اليد العاملة وكتكون ضغوط اجتماعية. ولكن حتى حاجة ما مضمونة حتى تخرج بشكل رسمي. لهذا خاص الناس يتبعوا الأخبار من المصادر الرسمية، كيف ما كنقولكم دائما من المصادر الرسمية، وما يبقاوش يتبعوا أي فيديو فيه التخويف أو بيع الأحلام. دابا شنو خاص المهاجر يعمل؟ هاد النقطة هي الأهم. بدل ما تبقى غير كتسنى في الأخبار، أول حاجة كما قلت لكم في الفيديو السابق: تعلم الإسبانية، جمع الوثائق ديالك، بعد على المشاكل، وحاول تلقى عقد ونظم حياتك. حيت حتى إلا جات الفرصة، الإنسان اللي واجد هو اللي غادي يستافد بسرعة. رسالة مهمة: الغربة صعيبة، وكنعرفوا باللي بزاف ديال الناس تعبوا نفسيا وماديا، ولكن خاص الصبر والعقل. ما تخليش الخوف يكسرك، ما تخليش حتى الامل الكاذب يضحك عليك. خدم على راسك وخلي ديما عندك امل، ولكن امل مبني على الواقع. وفي الاخر خوتي، باش ما نطولش عليكم، باش ما يكونش الفيديو طويل، الحقيقة الكاملة هي التسوية الجماعية ممكن تكون فرصة كبيرة للناس، ولكن خاص التعامل معها بالعقل وبعيد على الإشاعات والنصابين. وأي جديد رسمي غادي نشاركه معكم أول بأول. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة، وخلي لي الرأي ديالك في الكومنتير: واش انت متفائل تكون تسوية جماعية ولا لا؟ الله يسهل للجميع.